بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دوس لايك واشترك في القناة وما تنسوش الشير وابعتولي أحلامكم زائد الحالة الاجتماعية. ومعانا حلم من أحمد أعزب. حلمت إني معزومة عند أهل واحدة أنا معجب بيها وباكل مبكبكة ليبي، وكان طعمها جميل جدا، وكان البنت بتاكل معايا هي وأهلها. تفسير الحلم: يدل المنام على الزواج من البنت والموافقة والترحيب من هذه العائلة بك، كما يدل المنام على أن هذه العائلة محترمة وأصيلة، والله أعلم. معانا حلم من سامي عزباء. حلمت إني تزوجت وز- وزفوني لبيت زوجي، وكان في توتر في عائلة العريس، كون العريس لا يحب التصوير، وكنت منزعجة من التصوير، فوصلت البيت ولم أمكث عندهم، وهذا طلب العريس أن أبقى ربع ساعة فقط وأنصرف إلى بيت الزوجية. لما كنت في الغرفة وجدت العريس مقبل، قلت له انتظر حتى أضع العطر، فرششت العطر علي وأقبلت، وكان ضاحك العريس، وكان الممثل ظافر عابدين. تفسير الحلم: يدل المنام على زوال الهم والأحزان والفرج القريب والزواج القريب جدا، وعلى تقبل عمل صالح تعمليه واستجابة دعاء تدعين به، وعلى انتصار على عدو شديد العداوة، والله أعلم. ومعانا حلم من سامي عزباء. حلمت إن بنت خالتي مطلقة، إن يوم خطوبتها فحضرت أنا وأمي المتوفية، وأمي جابت ليها كتف لحم و... 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 وطبخته أيضا أختي المطلقة وأختي المتزوجة، وكانت لابسة طقم وردي وجالسة لشرب القهوة. وجدنا أهل العريس جاءوا وراحوا قبل ما نوصل. تفسير الحلم: يدل المنام على زواج أختك وبنت خالتك المطلقة من شخص صين قريبين من بعضهم، والله أعلم. ومعانا حلم من آمنة عزباء. حلمت إن أمي المتوفية أعطتني مبلغ من المال 250,000، وقالت لي ما تحتاجيش لحد أبدا. تفسير الحلم: يدل المنام على استجابة دعاء تدعين به دائما، ويوشك أن يحقق، والله أعلم. وأسيبكم على خير، وابعتولي أحلامكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.